بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حبيبي يا رسول الله، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم. عايز أقول موضوع مهم بالنسبة لي يمكن وبالنسبة للأهلوية وأغلب الأهلوية، بس الملاحظ أن الأهلوية مبسوطين بالسوبر، مع أن أنا فرحان بحاجة أكتر من السوبر. الانتصار الحقيقي للنادي الأهلي في بلدنا الفترة اللي فاتت موضوع الرعاية النادي الأهلي والرعاة، المداخيل اللي هتدخل للنادي الأهلي من خلال الرعاية مبالغ رهيبة، ويقال الله أعلم 2 مليار جنيه مصري، 2 مليار جنيه مصري. وطبعا رئيس نادي الزمالك بيتباكى ويبكي عشان يبقى زي النادي الأهلي، وطبعا ده مستحيل لأن ده قطاع خاص أنت ما تقدرش تتحكم فيه. اللي يتحكم فيه تاريخك، أسلوبك، حوارك، مستقبلك شكله إيه. أنت مستقبل نادي الزمالك محدش يضمنه، ولا أنت ولا زملكاوي يضمنه ولا أهلاوي ولا حد. مفيش بني آدم في مصر يضمن إن النادي الزمالك ده بعد شهر إيه اللي هيحصل فيه، أو بعد شهرين أو بعد سنة. فإزاي الراعي هيرمي فلوسه في نادي مجهول الهوية؟ يعني النادي الزمالك ما كانش كده ولا كان يبقى كده، حاجة غريبة. لكن عدم الأمان هو ده الموضوع الرئيسي للراعي وللرعاة وللإعلانات. يعني أنت حتى لما تبص الإعلانات مباريات الزمالك وإعلانات مباريات الأهلي، لا، هناك فرق كبير 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 كبير. طب الدليل إيه يعني ده يدل على إيه؟ ده بيدل على إن النادي الأهلي نادي مستقر، حتى وإن اتشتم وإن اتهان وإن كل يوم المسرحية الهزلية اللي بتحصل من بعد الساعة 12 بالليل لغاية الساعة 7 الصبح. يعني بنصحى تاني يوم بنلقى مهازل، وفعلا هي مهازل. وللأسف الشديد في الفترة الأخيرة بقت مهازل، حتى مهازل لناس كبيرة في البلد. وللأسف للأسف للأسف برضو ما حدش اتخذ أي قرار أو أي موضوع ضده. يعني حتى مش عايزين يوقفوه، بطل الكلام، التصريحات. يعني هو طالع يتكلم ويقول لك انه قعدت مع مسؤولين وازاي طلع الكلام وطبعا الاعلامي او اليوتيوبر المشهور جدا اللي انا بتفرج عليه، انا نفسي بتفرج عليه، اشرف ملاك، الرجل المحترم القبطي المحترم، وانا اتشرف ان انا اقول عليه قبطي. ايوه، الاقباط مننا فينا ومحدش ينكر، واللي ينكر كده يبقى جاحد ويبقى ما يعرفش يعني ايه مصر. وهي دي تاريخ مصر، عايشين مع بعض وحنرضى ببعض غصب عن اي حد. وتحية من أسوان إلى أهالي أسيوط كلهم بما فيهم موضوعنا النهاردة الأستاذ أشرف ملاك، الرجل المحترم. فهو طلع يشتم ويقول لك إزاي وصلته معلومة إن أنا ممنوع من السفر لأشرف ملاك. هو أساسا الرجل ولا هو عنده معلومة ولا عنده حاجة. هو بيقول إن أي حد عليه حكم قضائي أكيد ممنوع من السفر، فأكيد أنت ممنوع من السفر ومش هتقدر تسافر. وقال الكلام ده مرات ومرات من ساعة كأس لوسيل اللي هي كانت في قطر، اللي الزمالك راح وخسر فيها ضد الهلال السعودي. فهو الراجل بيتكلم من بدري الكلام ده. أنت طالع من كام يوم تقول اللي هي إيه؟ اللجان الأمنية ولا بيقول إيه؟ اللجان الأمنية، لا مش بيقول اللجان الأمنية، بيقول عليها الأجهزة. الأجهزة الأمنية إزاي بتطلع الأسرار اللي أنا قعدت معاهم فيها؟ طب ما أنت اللي طلعت الأسرار، هم ما طلعوش أسرار. أنت افتكرت إن أشرف ملاك وصلته معلومة، هو الراجل ما وصلتوش معلومة، بس بذكائك أنت، بذكائك الخارق افتكرت إنه وصلته معلومة، فطلعت فضحت الناس اللي قعدت معاهم للأسف. وده دليل على إنه فعلا 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 مسنود من ناس تقيلة في البلد. فخلاص موضوع منتهي. ولذلك الأهلي مش قادر ياخد حقه،
وده الموضوع الرئيسي اللي انا بتكلم فيه. سواء دوري ضاع بالحكام غصب عن اي زملكاوي، بالحكام. وطبعا كل الناس سردت المباريات اللي ضاع فيها نقاط للاهلي ضد الاهلي، وخد الزمالك كم ضربة جزاء بطريق الحكام، وكله مقصود، محدش يقول لي مش مقصود. وعلى فكرة أنا عارف إن في حاجات مش مقصودة وبقول عليها مش مقصودة باينة، لكن في حاجات كثيرة مقصودة. فهو مقصود إن الزمالك ياخد الدوري، ومقصود إن الزمالك ياخد الدوري على السنة اللي قبلها برضه، ودلوقتي السنة دي برضه مقصود إن الزمالك ياخد الدوري. بس هل هيستطيع؟ الأهلي شد حيله، فأنا ما أعتقدش. المهم إن الانتصار الرئيسي للنادي الأهلي مش مباراة السوبر. الأهلي ما بيفرحش مباراة وخلاص. أيوة ماشي، فرحنا وفرحة عارمة، وطبعا الناس عملت البدع. أخذنا 3 أيام بنتحاكى ومبسوطين بكأس السوبر. ليه؟ لسبب واحد، مش كأس السوبر بحد ذاته. أيوة السوبر ال12 مهم وخدناه ومبسوطين بيه، لكن الأهم عودة الروح. وأنا قلت كده في الفيديو اللي بعد كأس السوبر، قلت عودة الروح هو أهم فوز، أهم انتصار للنادي الأهلي. عودة الروح للعيبة وللجهاز الفني وللنادي وللجمهور، هو ده المهم. فالانتصار الرئيسي بالنسبة لنا، والمفروض الأهلاوية ياخدوا بالهم منه، الرعاية وحقوق الرعاية. النهارده وصلنا ل 2 مليار وهو بيتكلم على 30 مليون عشان كل واحد ياخد حقه. ده حق ربنا وشرع ربنا، يعني سبحان الله. المعلن ده مش هيرمي فلوس ساكت، فأكيد عارف إن النادي الأهلي ده مستقر، وحتى لو اتشال الخطيب ومجلس إدارته اللي هيجي مش هيبقى أقل من مستواه أيا كان هو مين. حتى لما كان الأستاذ محمود طاهر والمهندس محمود طاهر برضه كان الأهلي أهلي. اوعى تفتكر إن الأهلي هيوصل لمرحلة إنه يبقى زي نادي الزمالك كل يوم في حال. ليه؟ مترابطين. هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي على طول في ترابط بين جماهيره، بين لعيبته، بين مجالس إدارته، بين إدارات التسويق وجميع الفروع. يعني أنت عندك النهارده النادي الأهلي اللي 3-4 فروع اللي هو في التجمع الخامس، وعايزين يقال والله أعلم إنه معروض عليهم فرع جديد في العلمين. وأنا أتمنى طبعا، وأي أهلاوي يتمنى زيادة الفروع، 4 فروع غير 5 فروع غير 6 فروع، وربنا يبارك. لأن كل ده هو ده اللي بيجيب لك رعاية، هو ده اللي بيجيب لك إعلانات في مبارياتك، هو ده اللي بيجيب لك مباريات عالمية في الخارج، سواء في قطر أو في السعودية أو في الإمارات أو في فلسطين أو في أي مكان أو في أوروبا. يعني ممكن تروح تلعب مباراة في أوروبا ودية، برضو إعلانات وبرضو شركات رعاية وإعلان. فشركة الإعلانات اللي بتجيب لك عارفة إن النادي الأهلي ده نادي قدره كذا. ولذلك يعني من يومين ولا من 3 أيام شفنا على قناة النادي الأهلي إن النادي الأهلي 5 نادي في العالم على الفيسبوك، في السوشيال ميديا، التفاعل على الفيسبوك. 5 نادي في العالم النادي الأهلي، بعد برشلونة، ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وأرسنال تقريبا، ولا ليفربول، لا ليفربول. فلما تكون أنت 5 العالم فده تقل. التقل ده هو اللي بيجيب لك حق الرعاية، هو ده اللي بيجيب لك، مش خناقة، مش حديدة تمسكها كل يوم والتاني ونطلع عين الشعب. ده جماهيرك يا راجل كرهتك، والله العظيم حرام عليكم اللي بتعملوه في الناس. الجمهور كتر خيره، الجمهور طالع عينه. حتى جمهور الزمالك أيوة في مجموعة فرحانة بيك، بس فرحانة بيك ليه؟ عشان كانوا مستضعفين سابقا، وهم إحساسهم كده إن هم مستضعفين. هم ما كانوش مستضعفين، هم أساسا كده، وإنت وضعك كده، إنت ترتيبك كده، هتفضل التاني. طب والتاني وحش، إنت ما تحمد ربنا إن إنت التاني. عايز تفتري ليه وتنط للأول؟ ما في سنوات ضوئية فرق. إزاي أنت عايز تساوي الأهلي بالزمالك؟ مستحيل. هل يتساوى؟ لا يتساويان. هل يتساوى الأهلي بالزمالك؟ لا يتساويان. الأهلي في مكان في عنان السماء، والزمالك يحبو
حتى يصل إلى السماء الأولى. فأنت لا يا راجل، خليك واقعي، خليك واقعي. عدم الواقعية دي هي اللي دمرتك ودمرت ناديك، ودلوقتي بتشحت. وحتى الراجل الزملكاوي المحترم رافع عليك قضية وحاجز على أرصدتك في البنوك، مع إنه طلع قال إن أنا اللي محجوز عليه بنك واحد، بنك مصر، وخدت فلوسه كلها قبل ما يتحجز عليك. يعني حتى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ادى خبر لنادي الزمالك سحبوا فلوسهم قبل الحجز. فما مالكش حجه انت طالع تهلل وتعمل همبكه بسبب او من غير سبب. مدفوع، انت اكيد مدفوع، اكيد مدفوع. وانت نفسك قلت مدفوع، انا فلان بقعد معاه وعلان بقعد معاه. فضحت الناس الكويسه اللي بتقعد معاه، حتى الناس اللي عايزه تساعدك. يا راجل الوزير طلع عينه، الدكتور اشرف صبحي الوزير طلع عينه، رئيس الوزراء مدبولي. انت شتمت الناس كلها، حتى الراجل مش عارف انا يعني اللي حصل معاك ومع دياب والفيديو اللي طلع، يعني حاجات غريبه جدا جدا جدا. هي دي السبب الرئيسي لوضاعه مستواك في حقوق الرعايه والاعلان. فانت لازم تعرف ان انت السبب، مش اي حد تاني. يعني ايام ممدوح عباس او ايام كمال درويش او ما قبلهم، زي ما انت بتقول ايام الدالي او ايام اسمه الرئيس التاريخي لنادي الزمالك، اللي هو انت شلت الاسم الاستاد من عليه وخليته عبد اللطيف ابو رجيله استاد حلمي زموره. يعني الناس دي كانت ناس قمم، وكانت بتقدر الجماهير بتاعتها وبتقدر ناديها. مش كل يوم بتطلع تهلل وتعمل وتشتم وتقل ادبها وعامل نفسك فرعون، ما فيش حد في الدنيا فوقيك وانا ايه هو ده؟ وكل واحد تقول له انت مين انت مين. ايه اللي انت مين؟ انت اللي مين؟ انت مين؟ مش بني ادم يا اخي. تواضعوا لله، ومن تواضع لله رفعه. ما تعرفش كده؟ كل واحد تختلف معاه انت مين؟ انت مين؟ مين اللي سايب ومين اللي انت؟ ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ضيعت الاعلام وضيعت الراجل حتى اللي اسمه كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام، بقى نايم في الذرة، ولا بيطلع ولا بيتكلم لانه مكسوف. هو مكسوف، هيرد يقول ايه؟ لان اي حد هيكلمه هيهاجمه، هيقول له انت ساكت ليه؟ فهو ساكت وما بيطلعش يتكلم خالص، ولا كانه عايش في الدنيا معانا. للاسف انت دمرت الناس كلها، وفضلت انت في رافع راسك وسط البلد وسط الناس، وعامل فيها انت اللي ما جبتوش ولاده. شيل بقى، زعلان ليه؟ 30 مليون ده كتير عليك، ده انت تحمد ربنا على 30 مليون ده. بس بص بقى للانتصار الحقيقي للنادي الاهلي. 2 مليار، يقال على الاقل 2 مليار، والله ولو 1.5 مليار. 1.5 مليار يعني 1000 مليون و500 مليون، يعني 1500 مليون جنيه. 1500 مليون جنيه، شوف، في 4 سنين رعاية وإعلان غير البث، ولا بالبث بتهيألي بحقوق البث، بتهيألي بث المباريات اللي هو فلوس المباريات، بس ما بتوصلش. يعني هو بيقول لك إن لسه لغاية دلوقتي في فلوس للنادي الأهلي من السنة اللي فاتت بتاع بث المباريات العقد اللي فات 150 مليون جنيه ولا كام. فأصلا الأهلي ما بيعرفش ياخد حقه، وبيتأخر في حقوقه، بتتأخر حقوق البث بتاعت البلد بتاعت الدنيا. لكن انت عارف الرعاة اللي من بره لا، هيدوا الاهلي فلوسه غصب عنهم، لان ده عقد، والاهلي بيمسك بيتماسك يعني شديد في العقود، بينفذ العقد. حتى اللعيبه، اي لاعب طلع من النادي الاهلي بياخد حقه، حتى لو بعد فتره بيكون عارف وواثق ان الاهلي مش هيسيب حقه، مش هيضيع عليه حقه، مش هياكل عليه حقه، ما بيرفعش قضيه على النادي الاهلي. فهو ده النادي الاهلي. الاستقرار بيجي من ده، من ان انت رجل صالح، ان انت رجل وقور. يعني تشوف تتفرج على محمود الخطيب او العامري فاروق او خالد مرتجي، أو الناس ناس محترمه، ناس لبقه في الكلام ومتعلمه وراقيه.
حاجة تفرح، حاجة تفرح تشرف كل أهلاوي وكل مصري، ويا ريت كل الأندية كده. وعلى فكرة في الزمالك في ناس كده، بس للأسف وش القفص ضيع القفص كله، لأن وش القفص بايظ. ربنا يصلح الحال. الانتصار الرئيسي للنادي الأهلي هو حقوق الرعاية. فأنا ده اللي مفرحني، إنه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا الأهلي عالي 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 على أي حد في أفريقيا والشرق الأوسط، حتى في الدول العربية اللي معاها فلوس. الأهلي فوق كل الناس دي، يعني مش فوق كل الناس يعني افترى، فوق كل الناس في الرعاية، في حق الرعاية، في تاريخ وتأسيس ووضع النادي سابقا أو حاليا أو مستقبلا، وإن شاء الله إن شاء الله سيستمر. خلصت كلامي، وألف مبروك لكل الأهلاوية على حقوق الرعاية والانتصار الرئيسي، وده المهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.